بلا شك في الساعات الأخيرة الماضية لاحظت انتشارا واسعا للصور ومقاطع الفيديو لفينيسيوس جونيور يزور فيها المغرب. لقد زار مدينة مغربية تدعى مراكش، وبالضبط زار مدرسة إعدادية. فتخيل معي، واحد من أشهر اللاعبين حول العالم في أشهر نادي لكرة القدم الريال مدريد لا يلعب سوى مع الأسماء الكبيرة، يلعب مع أطفال في الإعدادية. ستسألني ما سر تلك الزيارات وما الهدف منها؟ سأجيبك في هذا الفيديو. بعد نهاية المباراة بين الريال مدريد والرايو فاليكانو التي انتهت بالتعادل 1-1 مقابل هدف واحد في 18 فبراير، كان لدى فينيسيوس عطلة صغيرة ل4 أيام قبل بداية التدريبات للمباريات، فقرر استغلالها لزيارة مدينة مراكش. وكانت أول وجهة له هي مدرسة إعدادية بحي الشرف بمدينة مراكش. سبب زيارته للمدرسة هي أنه أولا فينيسيوس هو سفير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، عينته المنظمة سفيرا للنوايا الحسنة. المنظمة بالتعريف البسيط هدفها توفير التعليم الجيد في جميع أنحاء العالم. وزيارة فينيسيوس لهذه المدرسة هو طلب من اليونسكو بحكم كون تلك المدرسة تابعة لليونسكو. عند وصول فينيسيوس إلى المؤسسة التعليمية لك أن تتخيل سعادة الأطفال بلقائه. استقبلوه بعفوة مما خلف البهجة والسرور لدى الزائر. ألقى لهم خطاب يتحدث فيه عن طفولته وسر نجاحه وأهمية التوازن بين التربية والتعليم والرياضة. بعد الخطاب لعب مباراة ودية مع أطفال الإعدادية. الفيديو جميل. كيف أصف الحدث؟ الأمر لا يحتاج أن تكون سحرية أو خيالية لتكون مذهلة، فقط مباراة بسيطة لها جمالها الخاص. الهدف الأساسي للزيارة هو تعزيز الثقافة وأهمية التعليم، لكن لما لا؟ الكرة أيضا مفيدة كرياضة. الصورة فقط جميلة. بعد الظهر في المغرب زار فينيسيوس صحراء مراكش مرتديا قميص لاعب حكيمي للمنتخب المغربي. الصورة ألقت إقبالا كبيرا من قبل المغاربة وحتى من المشاهير حول العالم. كما نشر أيضا تغريدة على منصة إكس يعبر فيها عن حبه للمغرب. هذا شيء جميل. هذا شيء جميل يحافظ على الصورة الجميلة لدولة المغرب. المغرب كان ولا زال وجهة سياحية لعدة مشاهير حول العالم، الذي يساعد المغرب في كونها دولة ذات شعبية ومقر اهتمام. هذه هي نهاية الفيديو. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة إذا كانت هذه أول مرة تتابع فيها محتوانا. أعانكم الله بالخير والسلام.